ازاي الشركات الكبيرة بتعرف تنتج كونتنت جامد باستمرار من غير ما يعتمدوا على الحظ او ان هم يقولوا يا رب الفيديو ده فايرال؟ مبدئيا الفيديو ده طويل بس في معلومات دسمة بتتباع في كورسات بفلوس كتير جدا، بس انا النهارده جاي افيدك بيها، فيا ريت تركز معايا وتشوف الفيديو ده للاخر. وفي اخر الفيديو انا هديك فايل فيه الرود ماب كاملة للي انا هشرحه في الفيديو ده. مبدئيا في مصطلح مهم اسمه الكونتنت ار ان دي، وخليني اقول لك ان انت لو اول مرة تسمع المصطلح ده، ان كل الشركات الكبيرة عندها ديبارتمنت مخصص للكونتنت ار ان دي ده، وده ديبارتمنت بيبقى مهم جدا ان هو يجنريت للشركات كونتنت باستمرار، ويكون مختلف ومميز ومبني على توقعات وعلى ارقام، فيخليهم مطمنين وهم بينزلوا الكونتنت ده ان هم هيقدروا يحققوا منه اكسبوجر عالي، او على الاقل بيقدروا يتوقعوا بنسبه 80 90% ان الكونتنت ده هيحقق اكسبوجر عالي، مش بينزلوا من باب ان هم بينزلوا كونتنت وخلاص. فالديبارتمنت ده احنا هنشرحه ونتكلم عنه باستفاضه، وهقول لك بالظبط هو دوره ايه ومكون من مين وازاي بنقدر ننتج منه كونتنت قوي واثقين ان هو هيحقق اكسبوجر. مبدئيا الكونتنت ار ان دي يعني كونتنت ريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني الكونتنت هنا بنعمل له عمليتين، عمليه ان احنا ريسيرش على كونتنت، وعمليه ان احنا نعمل ديفلوبمنت للكونتنت اللي احنا بنجيبه من الريسيرش ده، فهي عمليه منقسمه لجزئين. الهدف الاساسي من الديبارتمنت ده او من الحته دي بتاعت الكونتنت ار ان دي ان انت تقدر تجيب الكونتنت جابس، وان انت تجيب السيجنالز، وان انت تجيب انسايتس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مبدئيا الكونتنت جابس يعني انت دلوقتي في اندستري معينه او في نيش معين او في توبيك معين عايز تتكلم فيه، بتبتدي تشوف ايه الكونتنت جابس اللي موجوده. الكونتنت جابس دي بالبلدي كده معناها ايه؟ معناها بالبلدي ان انت هنا هتلاقي فرصه معينه او جاب معين او ثغره معينه الناس بتدور عليها، ومفيش ناس كتير اتكلمت عنها، او مفيش ناس كتير قالت التوبيك ده باستفاضه او بالطريقه اللي احنا هنخش نعملها بعد ما نلاقي الجاب دي. طيب دي اول نقطه. السيجنالز بقى ايه؟ السيجنالز دي يعني انت بتلاقي اشارات، الاشارات دي بتقول لك ان الكونتنت ده لو نزل او لو عملناه او لو طلعنا اتكلمنا عنه هنلاقي الناس فعلا محتاجاه، والسيجنالز دي برضو ليها طريقه نجيبها بيها. ثالث حاجه هي الانسايتس، والانسايتس دي معناها ايه؟ معناها ان احنا بناء على الارقام اللي بنشوفها وبنطلعها من الريسيرش بتاعنا بيطلع لنا انسايتس بتقول لنا احنا المفروض نتكلم عن كونتنت عامل ازاي، الفورمات بتاعته عامله ازاي، ومين هم الكوهورت ديفلوبمنت بتاعه. الكوهورت ديفلوبمنت دي معناها هم مين الاودينس اللي احنا رايحين نكلمهم في الكونتنت ده. فاحنا هنا قدامنا ثلاث حاجات بنطلعهم ده مبدئيا. طيب اغلب الناس اللي انا بشوفها هي بتعمل ايه؟ بكل بساطه بتجيب فكره بعدين تصورها وتعمل لها ببلش، بعد كده تصبر تبص على الفكره دي وتقول اما نشوف الارقام دي هتوصلنا لايه. طيب البروفيشنال تيمز بقى بيعملوا ايه؟ بيمشوا بسيستم مختلف تماما. اول حاجه هم بيعملوا الريسيرش بتاعهم، بعد كده بيطلعوا الهايبوثيسز، والهايبوثيسز دي اللي هي ايه؟ اللي هي الفرضيات، وده جزء مهم جدا احنا هنتكلم عنه قدام. بعد كده بيعملوا التيست، بعد كده بيعملوا اناليسز للتيست اللي حصل ده، وبناء عليه بيبصوا للمرحله اللي بعدها والنكست ستيب وهكذا. وبعد النكست ستيب دي بيقدروا يقولوا ايه الكونتنت اللي احنا هنعمل له سكيل، وايه الكونتنت اللي احنا هنجربه فورمات جديده، لان ده ما جابش زي ما احنا كنا متوقع. طيب هو ايه اصلا هدف الار ان دي كونتنت او الكونتنت ار ان دي ديبارتمنت ده؟ اولا انت بتقلل العشوائيه بنسبه كبيره جدا، اللي هو مش يلا احنا هنعمل كونتنت ايه الفتره الجايه، لا انت بتبني كونتنت على اساس علمي وعلى اساس استراتيجيك وعلى اساس سيستم منظم. ثانيا انت بتعمل كونتنت توقعات الاكسبوجر اللي بيحصل عليه بتكون اعلى بكتير جدا من ان انت تصور كونتنت وتقول يا ترى هيجيب ولا لا. ثالثا انت بتبني فورمات بتتكرر، يعني الفورمات اللي انت بتعملها دي وانس ان هي بتجيب مع الناس اكسبوجر عالي والناس بتتفاعل معاها، انت كده بتقدر تمسك في الاندستري بتاعتك وفي النيش بتاعك الفورماتس اللي الناس عايزاها، فبالتالي بعد كده تدوير الكونتنت دي بتبقى عمليه اوتوماتيكلي، بتبقى عمليه اسهل بكتير لما انت بتمشي بالسيستم ده وبتبنيه خطوه بخطوه. رابع حاجه انت بتخلي الكونتنت بتاعك ده اسيت عندك في البراند، وبيوصلك لمرحله ان البراند ده بيبقى معروف بالهاي اند كونتنت بتاعه اللي الاودينس بتاعنا محتاجينه. فبالتالي احنا هنا وصلنا للعمليه اللي احنا عايزينها اصلا، ان الكونتنت ده في الاخر يكون هو الريسورس بتاع الناس في الاندستري او في النيش او في الجزء اللي احنا طالعين نتكلم عنه ده. طبعا الكلام ده لو انت بيزنس او حتى انت بتعمل بيرسونال براندنج. طيب تعالى بقى نخش نتعمق في الموضوع شويه. مبدئيا الكونتنت ار ان دي ده عنده 4 بيلرز او 4 اعمده، تعال نقولهم بالظبط وبعد كده نبتدي نشرح. اول حاجه فيهم هي الاودينس انتليجنس او فهم الجمهور بتاعي. تاني حاجه فيهم هي الماركت اند كومبيتيتورز سيجنالز او اشارات السوق والمنافسين بتوعي. تالت حاجه فيهم هي البلاتفورم بيهيفير او سلوك الناس اللي على المنصه اللي انا هنزل عليها دي. رابع حاجه فيهم هي الانترنال بيرفورمانس داتا او بيانات الاداء اللي عندي انا بقى. طيب تعالى بقى نمسكهم واحده واحده كده ونبص على كل واحده فيهم بتعمل ايه بالظبط في الكونتنت ار ان دي، او الناس اللي بتشتغل كونتنت ار ان دي بتيجي تبص على ايه بالظبط في الجزئيه دي. اول حاجه هي
هي الاودينس انتليجنس او فهم سلوك الناس. هنا ما تفتكرش ان الموضوع ان انت بتشوف ديموغرافيكس، يعني ما تجيش تقول لي مثلا الناس دي سنها كذا او عايشه في المكان الفلاني او هكذا، لا، الموضوع ده سايكولوجيكال بحت. يعني انت بتبص على السايكولوجي بتاعه التارجت اودينس بتوعك، وبتبتدي تتوقع على اساس السايكولوجي والريسيرش ده الناس دي عامله ازاي. يعني ايه بقى عامله ازاي؟ يعني ايه مخاوفهم، ايه رغباتهم، بيفكروا بايه، بيدوروا على ايه، ايه الحاجه اللي مش فاهمينها، نفسهم يسمعوا ايه بالظبط في التوبيك ده او في الاندستري دي او في النيش دي. هنا بقى انت طبعا بتبتدي تدور هي الناس دي عايزه تسمع ايه بالظبط، هم مكسوفين من ايه، هم خايفين من ايه، هم ايه اللي بيدوروا عليه عشان يلاقوا اجابته. وطبعا الموضوع ده انت مش بتقعد تتوقعه انت والناس اللي قاعده حواليك، الموضوع ده بيبقى ليه كذا طريقه، وممكن انت تطلع طرق اكتر كمان. بس طبعا منهم ان انت تعمل ريسيرش قوي جدا على كل بقى الاماكن اللي انت تقدر تعمل فيها ريسيرش، وتشوف الناس دي بتتعامل ازاي في الاندستري دي، الكومنتس بتاعتهم على البيجز، الكلام اللي بيقولوه في الجروبس او في الكوميونيتيز بتاعتهم، على ارض الواقع الناس دي بتتكلم في ايه. طبعا باختلاف الاندستريز الناس دي بتفكر ازاي. طبعا انت ممكن تجيب ده كمان من الاكسبرتس اللي ورا المجال، اللي مثلا اي اندستري شغال فيها بيبقى ليها اكسبرتس. فمثلا انت لو شغال في المجال الطبي هتحاول تفهم من الاكسبرت هي مثلا الناس البيشنتس اللي عنده دول ايه مخاوفهم، بيفكروا بايه، بيسالوا عن ايه. تبتدي تشوف الماركت ده الناس بتتكلم فيه عن ايه، ايه الحاجات الجدليه اللي فيه، ايه المعلومات اللي بتتقال وغلط ولا لا، الناس دي بتشتكي من ايه، حاجات جربتها وندمانه عليها وهكذا. هنا انت بتفهم السايكولوجي بتاعت الناس بشكل مبدئي. طيب انت مثلا في نتائج البحث ده هتطلع مثلا ولو نفترض 10 مشاكل اساسيه عند الناس دي، و10 معتقدات غلط في الاندستري دي، و10 رغبات مكتوبه بلغه الناس اللي بتدور عليه. كده انت اصلا حطيت بيس قوي جدا جدا تبدا تخش بيه المرحله الثانيه. المرحله الثانيه بقى ان انت تشوف الماركت والكومبيتيتورز سيجنالز او اشارات السوق واشارات المنافسين. هنا بقى انت مش دورك ان انت تقلد كونتنت او كوبي، لا، انت دورك هنا ان انت بتشوف الكونتنت اللي عنده بوتنشال ان هو لو اتعمل بطريقه معينه وبفورمات معينه هيحقق اكسبوجر عالي. فببتدي هنا انا ببص على الناس او الكومبيتيتورز بتوعي بيعملوا ايه علشان اقدر استلهم منهم اللي الناس عايزاه بالظبط، واطلع انا بالفورمات اللي هبقى متوقع ان هي تحقق الاكسبوجر الاعلى. طيب هنا بقى انت ممكن مثلا تبص على البوستز اللي بتجيب نتائج قويه جدا وتشوف هي ايه مشاكلها او ايه المعلومه اللي ناقصه فيها او الناس تفاعلت معاها بشكل عامل ازاي، لان ده طبعا بيديك كده سيجنال معين ان في حاجه هنا ناقصه، في حاجه هنا لو اتعملت كنا هنخلي الكونتنت ده احسن سواء عندي او عند الكومبيتيتورز بتوعي. تاني حاجه هو ايه الهوكس اللي بتتكرر كتير وايه الفورمات اللي بتتكرر كتير اللي الناس فعلا بتنجج معاها، لان دي طبعا بتبقى مهمه جدا ان هي تسهل عليك ان انت تقدر تبيت بعد كده او تراهن بعد كده على كونتنت معمول بفورمات اوريدي متجربه واوريدي ناجحه او بهوكس اوريدي متجربه واوريدي ناجحه. برضه بيبقى في انجلز كده معينه انت تلاقيها دايما في الكونتنت هي في الاندستري دي ناجحه والناس ماشيه بيها وبتحبها، فده بيديك سيجنال قوي جدا ان دي فورمات وانجل ناجحه، جربها وروح اعملها وروح طبقها لما انت تشتغل عليها بالطريقه بتاعتك. طبعا انت هنا بيبقى دورك ان انت بتانوفيت الانجلز والفورماتس وفي الكونتنت، مش ان انت تروح تخترع حاجه من الصفر. فهنا الكونتنت ار ان دي او الار ان دي كونتنت تيم ده بيسهل عليك او بيسهل على تيم الكونتنت بعد كده مرحله ان هم يطلعوا البيت كاردز بتاعتهم او يطلعوا كروت الرهان بتاعتهم، او بالبلدي كده يطلعوا الكونتنت تايبس اللي هم هينزلوا يراهنوا بيها ان هي هتحقق اكسبوجر عالي، لان ده بيبقى مبني على ديب اناليسز طويله جدا بتاخد وقت كبير وبتاخد تركيز مهم جدا، ولازم اللي يكونوا كمان بيعملوا ده، انا هشرح ده قدام طبعا، بس لازم يكونوا اللي بيعملوا ده هم ناس فاهمه هي بتدور على ايه وبتبص على ايه. طيب ثالث نقطه فيهم هي البلاتفورم بيهيفير او سلوك المنصه دي او سلوك الناس على المنصه اللي انا هنزل عليها دي عامل ازاي. خليك عارف حاجه مهمه جدا ان سلوك الناس على كل البلاتفورم مش زي بعض. يعني سلوك الناس على يوتيوب غير سلوك الناس على تيك توك غير سلوك الناس على لينكد ان مثلا. فلما انت بتيجي تنزل لي نفس الفورمات في كل المنصات زي بعض، انت كده بتموت الكونتنت اللي عنده احتماليه ان هو يحقق اكسبوجر عالي لو اتعمل بالفورمات المناسب للبلاتفورم اللي انا رايحها. يعني مثلا في ناس كتير على لينكد ان بتنزل فيديو هي منزلاه على تيك توك، تيك توك مثلا بيحب الفيديوز اكتر او بيحب طريقه الفيديوز اكتر. ممكن لينكد ان لو انت عملت عليه كاروسل بنفس الطريقه يكون بيحقق لك اكسبوجر اعلى. فهنا انت بتبقى طبعا سايب جاب كبيره جدا ومش واخد بالك منها، وده بيبقى دور برضو الكونتنت ار ان دي ان هم ينوروا لك النقطه دي ويوضحوا لك ان الفورمات ده او الحاجات اللي احنا الداتا اللي احنا طلعناها دي احنا مطلعينها وهندست بيها على لينكد ان او هندست بيها على يوتيوب مثلا. طيب اخر نقطه بقى هي الانترنال بيرفورمانس داتا، ودي معناها اللي هي الارقام اللي عندي بقى بتقول ايه. بص انا بشوف ناس كتير جدا في المجال هي بتعرف تطلع ارقام وتقعد تقول لك مثلا احنا جبنا ريتش كذا، امبريشنز كذا، الريتنشن ريت بتاعنا كذا، الكونفرجن ريت بتاعنا كذا، مش عارف ايه. طيب الارقام دي انا اعمل بيها ايه؟ يعني انا ككونتنت تيم او انا كماركتنج تيم او انا حتى كبزنس اونر، انت لما هتطلع لي الريبورتس دي انا هستفيد بيها ايه؟
هنا بقى دور الكونتنت ار ان دي ان هم بيمسكوا الارقام بتاعه البيس اوف كونتنتس اللي احنا بنعمل لها ببلش، ان هم يحللوها. هنا التحليل ان هم بياخدوا الارقام دي، بناء على الارقام دي بيعرفوا ايه المشاكل اللي قابلتنا، ايه الحاجات اللي قللت توقعنا من الاكسبوجر اللي كنا متوقعينه، وبناء عليها بنعدل الفورماتس دي. يعني مثلا لو فيديو الهوك ريت بتاعه قليل جدا، ده معناه ان احنا عندنا مشكله في الهوك، لكن الفورمات نفسه مثلا كويس، او الناس بتكمل مثلا الافريج واتش تايم كويس، او هكذا. فهنا احنا لازم نفهم ان احنا محتاجين نعدل الهوك ونبتدي نتست وهكذا. فهنا انت بتشوف الارقام دي ان هي سيجنالز ليك. الرقم ده بيقول لك روح يا ياسر دلوقتي غير الهوك، الرقم ده بيقول لك يا ياسر الفيديو ده ممل، الفيجواليزيشن بتاعه محتاج تشتغل عليه اكتر. فالارقام ما هي الا مجرد سيجنالز بتخلينا ناخد قرارات احسن. فلو انت مش بتستفيد بالارقام، او انت بتبص على الارقام ومش عارف اصلا الارقام دي بتاعت ايه، فانت هنا عندك جاب كبيره جدا وعندك مشكله كبيره جدا هتضرك وهتضر البلاتفورم وهتضر الاكونت اللي انت شغال معاه. طيب النقطه اللي بعد كده بقى هو ان انت بتعمل تيرنينج للريسيرش اللي انت عملته انتو هايبوثيسز. والهايبوثيسز دي معناها ايه؟ معناها الفرضيه. يعني انا دلوقتي دخلت بقى في مرحله الديفلوبمنت، انا خلصت الريسيرش بتاعي وطلعت كل حاجه وفهمت. هنا انا بعمل حاجه اسمها فرضيه. فرضيه دي ان انا بقول انا فرضيتي ان انا لو جبت الكونتنت ده واتكلمت عن البوينتس دي بالفورمات ده وبطريقه التصوير دي وبالانجل دي وبالفكره دي وبالفيجواليزيشن ده، انا متوقع ان دي مثلا هتجيب اكسبوجر مثلا 5 اكس اعلى من افريج الاكسبوجر اللي بنجيبه على الاكونت. فدي كده انا حطيت فرضيه واخترت الكود ديفلوبمنت بتاعي خلاص في مرحله الريسيرش. ببتدي بقى انفذ الكونتنت وابتدي اشوف الفرضيات اللي انا حطيتها دي وصلت لها ولا لا. هنا الفرضيات دي مش بتتحط بطريقه عشوائيه، هنا هي بتتحط بناء على اولا افريج الاكونت اللي انا شغال عليه، وافريج الاندستري ان فعلا الاندستري دي بتجيب ارقام عامله ازاي، وتوقع انا من التطور اللي انا عملته، الديفلوبمنت اللي انا عملته ده هيوصلني لايه. طيب هنا عشان اشرح لك الموضوع بكل بساطه، hypothesis دي معناها if we use format plus angle plus emotion we will get result. يعني ايه بالبلدي؟ يعني انت لو قدرت تستخدم الفورمولا الصح والزوايا بتاعتها الصح والمشاعر الصح في الكونتنت، انت هتلاقي ريزلت او نتيجه قويه وعاليه جدا. طيب هنا احنا فهمنا الار ان دي وفهمنا هو بيعمل ايه بالظبط. طب هو ايه بقى الورك فلو بتاع الار ان دي تيم ده، او الكونتنت ار ان دي ده المفروض يعمل ايه، او الاسبوع بتاعه بيمشي ازاي؟ دايما انت هتلاقيه بيعمل الحاجات دي، مفيش حاجه فيهم ما بيعملهاش. اول حاجه هو بيعمل ريفيو للداتا بشكل مستمر. تاني حاجه ان هو دايما بيفضل يدور على السيجنالز والكونتنت جابس والانسايتس في كل مكان، وده بيبقى شغل اساسي عنده لان ده اللي بناء عليه بيقدر يعمل ديفلوبمنت. ثالث حاجه ان هو يعرف يعمل بيلد للهايبوثيسز دي، او ان هو يطلع الفرضيات دي. بعد كده بيبتدي يتست الكونتنت والببلشنج بتاع الكونتنت ويبتدي يتابع الارقام فيعمل اناليسيس، فبناء عليها يطلع فرضيات جديده وبناء عليها يعمل كونتنت ار ان دي وهكذا. فبتفضل ده سيستم انت بتبقى في الشركه ماشي عليه او في الاكونت ماشي عليه، وضامن ان انت الكونتنت عندك دايما باستمرار بيبقى فيه انتاج لكونتنت. تاني حاجه ان هو بيبقى هاي اند كونتنت. وهنا انا عايز اتكلم عن نقطه، ان في ناس كتير فاكره ان الكونتنت بكتره، بس هو مش بكتره، مش بان انا انزل كل يوم. انت لو نزلت مره في الشهر هاي اند كونتنت، صدقني اكسبوجر الكونتنت ده كفيل ان هو يخليك شهر كامل عمال تروح لناس جديده كل يوم، بيجي لك فولورز، بيجي لك ليدز، بيجي لك كومنتس، ناس بتعرفك. فده ببساطه الموضوع ده سهل جدا انك تعمله على كل البلاتفورمز. وده بسبب ايه؟ بسبب ان حاليا اصلا البلاتفورمز والالجوريزم بتاع البلاتفورمز دي بيساعد الكونتنت انه يروح للاودينس الصح من غير اي مجهود. انت بس مش محتاج غير ان انت تعمل هاي اند كونتنت. وطبعا ده بكل بساطه هيخليك تحول الشغل بتاعك في الكونتنت ديبارتمنت ده ان هو سيستم. انت هنا عندك ويننج كونتنت بيطلع، اكسبوجر اعلى، الاكونتس بتكبر، بتطلع من الكونتنت ده فورماتس وانجلز وهايبوثيسز جديده. فبالتالي انت بقى عندك سيستم كامل ماشي عليه وفاهم كل خطوه في السيستم ده بتحصل بناء على ايه. مش بتصحى الصبح تقول انا بفكر هنزل ايه الاسبوع الجاي او هنزل ايه الشهر الجاي وانت اصلا مش فاهم الحاجه دي بتنزل ليه. وساعتها طبعا انت بتتحول للمرحله الثانيه ان انت بتنزل الكونتنت وبتقول يا رب الفيديو ده فايرال، او يا رب الفيديو ده يتعمل، او هكذا. وتقعد بقى تفكر انا هنزل الساعه كام، او انا هنزل يوم ايه. ده الفيديو ده هينزل يوم الاثنين الساعه 7، يوم الثلاث الساعه 8 بيبقى الريتش اعلى، انا لازم ابعته للناس صحابي يخشوا يشوفوه عشان يزودوا لي الفيوز، اقعد اعمل ريبوست مش عارف ايه. الكلام ده كله يعني هو لا يمت للماركتينج بصله خالص. انت كده شغال باللي هو بالحب، فاحنا مش عايزين نشتغل بالحب. فانا جاي هنا بشرح لك نموذج الشركات الكبيره بتعمله، ومعظم البراندز الكبيره والايجنسيز الكبيره على مستوى العالم عندها الديبارتمنت ده، لان الديبارتمنت ده هو العقل المدبر اللي بيجي بعديه دور الكونتنت الجامد اللي انا وانت بنشوفه اللي هو الهاي اند كونتنت. فالهاي اند كونتنت ده
وراه سينز او وراه كواليس كتير قوي احنا مش بنشوفها. فانا هنا جاي اوريك السينز دي او اوريك الكواليس دي بيحصل فيها ايه بطريقه مبسطه. طيب يبقى انت هنا طبعا هتوصل للحقيقه المره اللي في ناس كتير مننا مش هتبقى عايزه تسمعها، ان الكونتنت اللي عندك لو وحش فهي مش مشكله، مش في الكونتنت، المشكله في الار ان دي، والمشكله مش في البلاتفورم، ولا المشكله في ان انت بتنزل الساعه 1 الظهر والمفروض تنزل الساعه 12 بالليل، ولا المشكله في الهاشتاجز اللي انت بتستخدمها، ولا المشكله في الساوندز اللي انت بتستخدمها، ولا المشكله ان الناس مش فاهمه انت بتعمل ايه. مفيش حاجه من دي خالص. الكونتنت كده كده طول ما هو جامد بيروح للناس وبيحقق الارقام وبيحقق النتائج، حتى لو انت ما حطيتش هاشتاجز، حتى لو انت ما حطيتش اي حاجه غير ان انت صورت كونتنت فعلا هاي اند. وطبعا ده بيبقى ليه معايير كتير، ولو عايزين نتكلم عن الهاي اند كونتنت وازاي بنطلع هاي اند كونتنت او ازاي الشركات الكبيره بتقدر تطلع هاي اند كونتنت، انت ممكن تكتبوا لي في الكومنتس تحت ان احنا عايزين الهاي اند كونتنت، وانا هعمل له فيديو مخصص ليه هو. بس اخر حاجه عايز اقولها في الفيديو ان انت لو محتاج الكونتنت ار ان دي رود ماب، انا عاملها لك في فايل فيه كل التفاصيل خطوه بخطوه وازاي تفهمها، بحيث ان هو يبقى مرجع ليك وناخد ثواب انا وانت وكل الناس اللي بتشوفنا. فانت لو عايز الرود ماب دي، كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تكتب لي كومنت رود ماب وانا هبعته لك، او تبعت لي مسج على الاكونتس بتاعتي وانا هبعت لك الرود ماب. واتمنى ان الفيديو ده فعلا برغم ان هو فيه معلومات كتير ان هو يكون عرفت اوصل فيه الرساله بطريقه مبسطه، واتمنى طبعا ان انت تشوفه مره واثنين وثلاثه عشان تقدر تستوعبه. لكن خليك عارف دايما ان كل حاجه ما بيتبذل فيها مجهود اقوى وكل ما الحاجه بتتعمل باحترافيه اكتر بتطلع شكلها احسن وبتطلع فعلا قويه وبتجيب النتائج اللي انت والكلاينتس تبقوا واقفين فخورين بيها وعارفين اسبابها. مش بس كونتنت انت نمت صحيت لقيته فايرال فقلت الحمد لله وتطلع تقول لنا ان انت بتعرف تجيب مليون و2 مليون و3 مليون فيو، وانت نفسك اصلا مش عارف الكونتنت اللي بيجيب مليون بيجيب مليون ليه، والكونتنت اللي بيجيب 100 فيو بيجيب 100 فيو ليه. بس سلام يا صديقي، واتمنى اكون فدتكم.